السلام عليكم أصدقائي، تحية كبيرة لكم فين ما كنتو. قبل ما نبدأ القصة ديالي بغيت نوقف وقفة تضامن ونرسل دعواتي من القلب لخوتنا اللي اضطروا من الفيضانات الأخيرة. قلوبنا معاكم، والله يدير لكم اللي فيها الخير ويصبركم ويخلف لكم ربي ما ضاع ويحفظ بلادنا من كل مكروه يا ربي. اليوم بغيت نشارك معكم واحد القصة اللي كتقيس القلب، قصة فيها بزاف ديال الدروس على الدنيا وعلى التضحية وعلى الغدر اللي كيقدر يجينا من أقرب الناس. ولكن فوق هادشي كامل، هي قصة على القوة ديال المرأة المغربية وكيفاش كتقدر تخرج من وسط المحنة وتصنع سعادتها بيديها. وكنتمنى تنال إعجابكم وتستافدوا منها. خليكم معايا وما تزابيوش. وصلت ل40 عام من عمري وأنا باقا عزبة، والوقت داز بلا ما نحس بيه، حيت كنت مشغولة غير بأمي وحالتها الصحية اللي كانت ديما مريضة، وكانت ديما كتأنب ليا ضميري وتلعب ليا على العاطفة كل ما فكرت أنني نتزوج أو لا ندير عائلة فحال الناس. ولكن للأسف أمي كانت فحال بزاف ديال الأمهات النرجسيات اللي كيربيو بناتهم غير باش يبقاو حداهم حتى لآخر يوم في حياتهم. ولقيت راسي واحلة معاها وما قادراش نبعد عليها، ولكن كل حاجة في هاد الدنيا عندها نهاية. وجا النهار اللي امي ماتت فيه، ولكن حتى خدات معها احسن ايام حياتي. جاو خوتي والعائلة ودرنا ليها الجنازة وعزاو الناس ومشاو في حالهم، وردت انا الدار ديالنا حيت خوتي حسوا بالذنب وبغاو يكافئوني على التضحية اللي درت على قبلهم باش هما يعيشوا حياتهم ويحققوا احلامهم، حيت كنت انا هي كبش الفيدة ليهم. المهم كل شي مشى بحاله، ولقيت راسي بوحدي، بقيت خدامه في خدمتي اللي كانت هي المتنفس الوحيد ديالي لسنوات. ومن بعد شهور على الموت ديال امي، صحاباتي في الخدمه بقاو عليا حتى قنعوني باللي خاصني نعيش حياتي وحتى انا نحب ونتحب ونتزوج. وعلاش لا ما نولدش داكشي اللي باقي ليا من الانوثه ديالي. الفكره في الاول جاتني صعيبه بزاف، حيت عمرني ما جربت الحب ولا واعدت شي واحد، داكشي اللي كنعرف غير من الافلام والقصص. حتى لواحد النهار وحده من صحاباتي في الخدمه قالت لي بلي قيدتني في واحد الموقع ديال التعارف ودارت لي تصويرتي بلا ما نعرف، وعاودت لي على قصص ناس ناجحه من هاد الموقع وكيفاش بزاف ديال الناس قدروا يلقاو نصهم الثاني. في الاول ما عجبنيش الحال، ولكن مع الوقت بديت كنقتنع، خصوصا فاش بداو كيجيوني ميساجات من رجال باغيين يتعرفوا عليا. بقيت كنهضر مع بزاف، ولكن حتى واحد ما دخل ليا لراسي، وبان ليا باللي اغلبهم باغيين غير يتفلاو. حتى بان ليا واحد الشخص اللي بدل لي النظره ديالي بكلامه الموزون وادابه وصراحته، وكان سميتو مالك، راجل في الخمسينيات، مطلق وعايش بوحدو وخدام مدير ديال واحد الوكاله بنكيه. كان كيقلب على شريكة الحياة وما عندوش شي مانع باش يعاود يولد، واخا ولادو كبروا وكل واحد شاف مستقبله وحياته. المهم بقينا كنهضروا بزاف، وسولته علاش انت مهتم بوحده عندها 40 عام، خصوصا انك صاحب منصب اللي يخليك تلقى بنات صغر مني وحسن مني وبزاف عاد. جاوبني وقال لي قلبي هو اللي اختارك، وماشي من عادتي نتناقش معاه على شي حاجه اختارها وحسم في امرها. المهم باش ما نطولش عليكم، تزوجنا دغيا، وانا الصراحه كنت خايفه يبدل رايه ويمشي لشي وحده اخرى من غيري، خصوصا ما يخفاش عليكم هاد البرهوشات ديال هاد الوقت كيطيروا مع الطيور، شمنك يا زين شمنك يا فورمه. ماشي عليا من احنا كنا خايبين لا زين لا فصاله، حتى كبرنا عاد بدا كيبان فينا شويه ديال الضوء، اما هادو من كرشمهم طالعين طياره. المهم هو بان ليه باللي تجربته في الحياة كافية باش يقرر، ومن بعد الزواج قررنا نسكنوا في داري، حيت جاني صعيب نخلي البلاصة فين تزاديت وكبرت، وتمنيت نبدل ذكريات القسوة بذكريات الحب. ولكن اصلا دار مالك كانت غير الكرا
وما كان حتى شي معنى نخليو داري اللي هي ملك ديالي اللي ما نخلص فيها لا كرا لا والو ونمشيو لدار الكرا. ما نكذبش عليكم، ضقت طعم السعاده وبديت كنفكر في الولاد دغيا حيت ما عنديش الوقت. وجربنا بزاف ولكن قدر الله ما شاء فعل، ما جابش الله. وما بقى قدامي غير التلقيح الاصطناعي. مالك ما كانش مرتاح لهذا الحل وكان رافض تماما، وكان كيقول لي باللي الله هو اللي كيقرر، وانا كنت كنقول ليه باللي ربي هو اللي عطانا العلم باش نلقاو الحلول. وما سمحتش في خدمتي واخا مالك كان ميسور الحال. ما بغيتش نبقى جالسه في الدار بوحدي، وحياتي ما تبدلتش بزاف من غير انني وليت كنشاركها مع انسان ضعيف. ولكن هادشي ما دامش بزاف، ولاحظت باللي مالك ما كيديني معاه حتى شي مناسبه، وصحابو ما كنعرف عليهم والو. شفت غير شي وحدين نهار العرس، عرس صغير اللي درنا يعني غير حفيله على قد الحال. وفاش سولتو جاوبني: الصراحه انا كنغير عليك بزاف وبغيتك تبقاي ليا غير بوحدي. شكرا حبيبي، ولكن بغيتك تثق فيا وتدخلني لحياتك الاجتماعيه. راني كنحس بك بحال حاطني في الجنب، حيت يمكن انت هو يقاطعني. ما تكمليش، ما بغيتش نسمع هاد الهضره الخاويه. انتي غير كتخيلي ستي هاد الموضوع عافاك. واخا حبيبي، ها انا ما قلتي عيب وقلبناها ضحك. ما كنتش حزينه معاه ولكن ما كنتش فرحانه كيف كنت كنتخيل الزواج. قلت يمكن الافلام هي اللي كذبات عليا. اما مالك كان راجل هادي عكس امي الله يرحمها، وهادشي كان كافيني. ولكن علاش كنت كنحس بالوحده وانا مزوجه؟ يمكن حيت كنت باغا نولد، ربما. المهم دازت عام وبديت كندبال بحال شي ورده اللي نساو ما سقاوهاش. اما مالك بقى هو غير ما كيزيد ويتشبب، وكيمشي للخدمه ديالو، كيشوف صحابو وكيرجع كياكل وكينعس. غتسولون على حياتي الحميميه معاه او على حياه الفراش؟ حياتنا كانت بارده من الجهتين. انا عندي عذر انني ما عنديش تجربه، ولكن هو شنو عذره؟ وعاد صحاباتي كيقيلوا يعاودوا لي على علاقاتهم في الفراش برجالهم، وكنسمع غير الله يعطيك صحيحتك علاقه مليئه بالاثاره. وعلاش مالك ماشي هكا؟ علاش تزوجني الا ما كانش باغيني او كيرغب فيا؟ واش انا ماشي مراه؟ والجواب جاني كيف الصاعقه واحد العشيه. واحد النهار دق مالك في الباب ماشي كيف موالف كيحل بالساروت. مشيت وحليت ولقيتو هاز دري صغير بين يدو، عنده تقريبا شي عامين. سولتو وانا مصدومه: شكون هاد الدري؟ دخل وقال لي: هذا واحد الكادو جبتولي كمرتي الحبيبه، ولد واجد موجود، بلا تلقيح بلا حمل بلا ولاده بلا يدك بلا يخليك. ما فهمتش. ولد من هذا مالك؟ هذا الحبيبه راه ولدي. اشنو ولدك؟ هي قلتي لي ولادك كبار ومسافرين. ما كذبتش عليك، هادوك من الزواج الاول، اما هاد الوليد من زواجي الثاني. شنو هادشي كنسمع؟ ما عمرك قلتي لي بلي تزوجتي جوج مرات. ايوا تانتي حيت الموضوع ماشي مهم عندك انت، ماشي مهم، اما انا مهم بالنسبه ليا. مهم سيدي نعرف كل صغيره وكبيره. وكيفاش عطاك خاطرك تخبي عليا هاد الزواج وانت كل ليله كتحط راسك على المخده في ناموسيتي؟ بلا ما تعصبي ومن بعد نعاود لك كل شيء. دابا قولي لي الزينينو، واش ما فرحاناش بولدك جديد؟ هذا ماشي ولدي، هذا ولدك انت، حيدو من قدامي. وقبل ما نكمل حطوا ليا بين يديا، والدري بدا كيغوت بالبكا، وبلا ما نحس عنقتو بديت كنسكت فيه. صافي هي هاديك، نعس الدري مسكين بين يديا، وشفت مالك كيبتسم، ماشي حيت المشهد زوين ولكن حيت دار داكشي اللي بغا. وهاديك الليله ولات حياتي حاجه اخرى، وليت بلا ما نحس. المستمعين الكرام ديالك غادي يقولوا بلي القصه سالات بهاد النهايه السعيده، ولكن الحقيقه ان مالك كان نصاب ومحتال واستغلالي.
في الصباح فقت وواجهته. بغيت نعرف دابا شنو واقع في هاد الدار. هذاك ولدي من زواجي الثاني وخبيت عليك حيت خفتك ترفضيني. وفين هي امو؟ امو ماتت مسكينه الله يرحمها، هادي شي مده قصيره. بركه من الاسئله، واش بغيتي دابا الدري ولا لا؟ ما جاوبتوش ديك الساعه، ولكن قلبي قال لي بلي هذه فرصه باش نكون ام، واخا بطريقه غريبه. صافي هي هذيك، خديت كونجي وبديت كنتعامل مع الدري اللي سميتو اسعد، وليت كنلعب معاه ونطيب ليه ونغسل ليه، وحسيت بواحد السعاده كبيره بيني وبينكم. ومالك حتى هو ولا كيجلس معانا، وحسيت بلي هذه هي العائله اللي كنت كنحلم بها. وقلت ليه باللي صافي بغيت الدري يبقى معايا ديما، وبكيت من الفرحه وحسيت ان ربي عوض صبري. ولكن للاسف على قولة المصريين، يا فرحه ما تمت خدها الغراب وطار. هاد الفرحه ما طالتش، لان مالك رجع يخبر كيف ما ديما، وانا سال ليا الكونجي واقترح عليا باش نحبس الخدمه، وقال لي انا الحمد لله كندخل الفلوس كثر من القياس، وما عندك ما ديري بشي خدمه، بقاي مقابله ليا غير الدري. في الاول ما بغيتش، ولكن مع حبي الاسعد تآمرت على راسي وسمحت في خدمتي وفي استقلاليتي الماديه. وواحد النهار نزل عليا الخبر كالصاعقه. مالك قالها ليا بوجه احمر وبلا حيا بلا حشمه. قال لي شوفي، انا راه تزوجت اليوم وجيت ناخذ غير حوايجي ونمشي. شنو كتقول؟ بركه بركه مالك من داك الضحك ديالك الباسل. لا لا ماشي ضحك، راه كنهضر معاك بصح. جيت نهز ساكي وغنمشي في حالي. وما تخافيش، غادي نخلي لك اسعد طبعا. واش كتهضر من نيتك؟ يا الغدار درتيها بيا وتزوجتي، وبوشك احمر كتقول لها ليا وكتقول لي خلي لك الولد. غير بردي، راه ما غادي يخصك والو، غنبقى نصرف عليك وعلى ولدي. انت دابا كيسحب لك انا همي هما الفلوس؟ اكيد، علاش كاين شي حاجه اهم من الفلوس في الدنيا؟ واصلا انت راه ما عندكش شي مدخول اخر دابا، ولكن انت اللي قنعتيني باش نحبس الخدمه. اجي هيك ما درتي لي هادشي بالعاني. هادشي ما كيهمش، واصلا انت اللي خديتي القرار ديالك بيدك. ياك طلعت تاكل الكرموس؟ نزل شكون اللي قالها ليك؟ هذه اخر الكلام عندك. واخا سيدي، يودي ولدك لمرتك الجديده، انا ما عنديش حضانه هنايا. كون بغاتو ما كنتش غادي نخليه ليك، حيت البنت باقا صغيره وباغا تولد ولادها من كرشها. اسيدي انا مالي، انا ماشي سوقي تجلس تقص عليا في هاد القصص. انا ما بغيتش ولدك هزو عليا. واخا لالا ما قلتي عيب، غادي نديه نحطو في دار الايتام، وانتي اللي غادي تكوني السبب، حيت تخليتي عليه هو مسكين كيحسبوا انت راكي امو. وتما عرفت الحقيقه، ان مالك كان كيقلب غير على مربيه لولدو، ولقى فيا كاع المواصفات. وحده في 40 باغا تولد وما قداش، وعندها دار ومربيه على الطاعه حيت عاش مع ام نرجسيه. وهنا الاصدقاء بغيت نوقف ونعطي واحد النصيحه من القلب لكل بنت مقبله على الزواج. حبيبتي، ماشي كلشي كيتعاود، وماشي كاع الاسرار ديال حياتك ومشاكلك القديمه مع داركم خاص يعرفها الراجل قبل ما يدخل لدارك. كاين الرجال اللي كيسمعوا باش كيفهموا وكيساندوا، ولكن كاينين النماذج بحال مالك كيسمعوا باش كيجمعوا عليك النقاط ويفهموا فين كاين النقاط الضعف ديالك باش يستغلوهم ضدك من بعد ويتحكموا فيك. خليك ذكيه، وقوه شخصيتك هي اللي خاصها تبان، اما الماضي والمشاكل خليهم بينك وبين اللي خلقك. المهم نرجع للقصه. مالك خرج من الدار وخلاني مصدومه، بقيت كان بكي حتى طابوا عيني. ولكن اسعد كان هو القوه ديالي، وبقيت كنربي فيه، وقلت لراسي انا دابا صافي في عداد الارامل وكنربي ولدي بوحدي. واول حاجه فكرت فيها هي انني نرجع لخدمتي. وفاش بغيت نرجع للخدمه مالك هددني ياخذ لي الدري، ولكن انا ما استسلمتش، واتصلت بمديري القديم وقنعته نخدم معاه عن بعد، يعني ندير داك التيلي طرافاي.
كمستشارة ب75% من السالير ديالي القديم. وبديت كنخدم غير في السر، جمعت شويه ديال الفلوس اصلا من داكشي اللي كان كسفت ليا مالك، وشريت واحد البيسي. واليوم اسعد ولا مراهق زويون وكيحمق في الزين، وكيعرف باللي مالك ماشي مسافر، وكيعرف باللي انا ماشي مول حقيقيه. ولكن هادشي ما اثرش فيه، حيت ربيته بالحب والصراحه، وما درتش فيه كيف دارت فيا امي، حيت ما بغيتوش يكون ضمانه لشيخوختي. بالعكس، كنشجعو ديما باش يستقل ويطير بجناحه ويختار المستقبل اللي بغى، باش يكون فرحان كيف ما كيتمنى. وفي الختام بغيت نقول لكم باللي الحياة مدرسة، واهم درس تعلمته هو ان القوة ديالنا كاينة لداخل، وماشي في العلاقات اللي كنتمسكوا بها واخا كتقهرنا. تعلمت باللي رب ضارة نافعة. مالك كان باغي يخدعني، ولكن ربي جاب لي اسعد اللي ولا هو النور ديال حياتي. النصيحة اللي بغيت نخلي لكم هي ما تخليو حتى شي حد يطفي لكم شمعتكم او يستغل طيبتكم، وكونوا ديما مستقلات ومعولات على راسكم. شكرا لكم بزاف حيت بقيتوا معايا حتى لاخر القصه، وسكنتوا في عالمي هذا شويه ديال الوقت. الى عجبتكم القصه واستفدتوا منها، ما تبخلوش عليا باللايك، وخليوا لي تعليق زوين بحالكم فيه رايكم في تصرف مالك او النصيحه الاسعد. وما تنساوش تشاركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما كل جديد من الحكايات والدروس. محبتي ليكم، ونتلاقاو في قصه جديده ان شاء الله.